تفتحش مشروع تجاري وانت مش عندك الخبرة في التسويق. خبرة التسويق هي اللي هتحطك عن طريق اول خطواتك للنجاح في السوق التجاري. والسوق دلوقتي بقى صعب والتنافس فيه عالي، ناهيك عن قلة القدرة الشرائية في مجالات وقطاعات صحابها دلوقتي بيستنفذوا سواء رأسماليا او نفسيا او ماديا. فانت لو داخل السوق عندك اللي هي المهارات الخفيفة اللي لازم يقولك البيزك ماركتينج، مش هتعرف تشتغل. خش تسويق، خلي عندك تسويق جامد جدا، سوشيال ميديا، تسويق ماركتينج، ديجيتال ماركتينج. اجتهد في ده، افهم التطبيقات اللي انت بتشتغل عليها، اتعلمها. في فيديوهات كتيرة جدا على اليوتيوب اتعلم منها. خلي عندك خبرة كبيرة في التسويق، ما تفتحش مشروع وانت قليل الخبرة في التسويق. فكرة ان انت معاك منتج او بتصنع مثلا كريم، هتروح بيه لحد وتقول له انا معايا المنتج الفلاني وفي كذا الفلاني وكذا الفلاني، اشتري مني. انت عقبال ما تبيع 100 منتج في الزمن ده وفي الوقت ده في تنافس عالي جدا في المنتجات في كل شيء. عقبال ما تبيع 100 منتج هتبيعهم في اسبوع. لو اشتغلت تسويق صح واونلاين بيزنس واشتغلت صح، المية ممكن تبيعهم في يوم. اهتموا بالتسويق والديجيتال ماركتينج. هتجدوا برضه فيديوهات كتيرة جدا عن التسويق الالكتروني على صفحتي كبسولة بيزنس. والسلام عليكم.